يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا من بكر من غسل واغتسل وبكر وابتكر، ده يوم الجمعة، ومشل ولم يركب ودنا من الإمام، كان له بكل خطوة أجر قيام السنة وصيامها. يقول ابن خزيمة وغيره من أهل العلم: لا نعلم حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر ثوابا من هذا. عشان كده لما يكون المسجد بعيد وأنت تمشي إلى المسجد وتنفذ اللي ورد في الحديث، كل خطوة كأنك قمت سنة وصمتها، كل خطوة رايح وراجع. لو المسجد مثلا بعيد، شوف انت هتمشي كم خطوة، يعني 1000 خطوة، 2000 خطوة، ها 3000 خطوة. ما في ناس بيأتوا من أماكن بعيدة.